مساء الفل على حضراتكم. تعالوا مع بعض النهارده نشوف او نتعلم سوا طريقه تسييح الشوكولاته الصح، اللي مش هتخرز مننا، اللي مش هتكلكع مننا. تمام. احنا طبعا بنجيب الشوكولاته جوالب زي كده، بنحطها في طبق. الطبق ده يكون يعني مش بلاستيك او حاجه، يستحمل يعني الحراره. عندنا كذا طريقه، ممكن على حمام ميه وممكن في الميكروويف. طيب ايه اللي خلاها سايله كده بالشكل ده؟ نقطتين زيت يعني او معلقتين زيت صغيرين، زيت نظيف طبعا عافيه او زيت ذره او كده، يتحط على الشوكولاته ويتحط على حمام ميه او الميكروويف. طب عايزين نصبها في الجوالب، في برضو اكتر من طريقه نصب بيها الشوكولاته في الجوالب. لو مثلا محتاجين الشوكولاته ما تبهدلش الدنيا او يعني نتحكم فيها بشكل اكبر، طبعا الكيس الحلواني هيسهل لك كل الامور، يخليكي تصبي الشوكولاته بشكل يعني انضف. طبعا ايه، هنقص طرف الكيس. تمام. تعالوا كده ايه نصب الشوكولاته، شايفين كده؟ طبعا دي هتخلينا نصب الشوكولاته بنظافه، يعني مش هنبهدل الدنيا، مش الموضوع مش هي يعني هنقدر نتحكم فيه بشكل اكبر. طب طريقه تاني ممكن نشتغل بيها لصب الشوكولاته عادي برضو. بمعلقه ونبدا ايه نصب الشوكولاته، مفيش اي مشاكل برضو. دي هتأدي الغرض لو مش متاح عندنا كيس الحلواني. انا طبعا في التورته دي كنت عايزه شوكولاته صوابع. تمام. هنا دي احنا هنصب كده ونبدا ايه نوزعها عشان ما تبقاش في مكان كتير ومكان قليل. طيب بعد ما صبينا الشوكولاته في الجوالب اللي احنا عايزينها وظبطناها، هندخلها التلاجة يعني ساعة ساعتين على حسب وقت حضراتكم، وبعد كده نطلعها من التلاجة على طول على ايه، على الاستخدام. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو جديد انا بنزله تعليمي او طرق في افكار تستفادوا منه. اعملوا لي لايكات كتير، واحب اشوف تعليقات حضراتكم الحلوه المشجعه عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. باي باي.